تعالوا نعمل بطاطس مقرمشة بطريقة سهلة جدا. اول حاجة هجيب بطاطسيتين وهقطعهم لمكعبات. طبعا يا جماعة احنا ممكن نعمل اي كمية احنا عايزينها. هنقطعها مكعبات. بعد كده هنحط البطاطس في بولة علشان هنغسلها وبعد كده هنحطها في حلة او في طاسة علشان نسلقها. هحط عليها مية نظيفة، مش هنحط ملح. هنسلقها خالص يعني بنسبة 100% كده تكون مسلوقة. بعد كده هبردها في البولة وبعد كده احط عليها نص كوباية من الشبت، ملح وفلفل وبابريكا. ممكن نحط بدل الشبت بقدونس او كزبرة. حطيت هنا بقى 3 معالق نشا، بيضة، توابل فراخ. قلبتها نعمتها خالص زي البطاطس البيوريه. وبعد كده بقى هحطها في كيس تلاجة او في قمع حلواني على حسب المتوفر عندي. بعد كده بقى هفتح القمع او الكيس من قدام فتحة صغيرة جدا وبعد كده بقى احطها في زيت سخن واشكلها في الشكل اللي انا عايزاه. البطاطس دي يا جماعة كانت تحفة جدا وطالعة هشة وناشفة ومقرمشة. جربوها.